ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى جايه لكم بوصفه سهله وبسيطه، احلى صينيه سمك كده بالخضار وبالليمون. حاجه كده في منتهى الجمال للناس بقى يا جماعه اللي بتتعب معدتها من الزيت ومن القلي ومن الحاجات دي. انا جايبه لكم النهارده وصفه هتكون ان شاء الله خفيفه على المعده خالص، وفي نفس الوقت بمعلقه زيت بس، حاجه يعني بسيطه هتعملي صينيه سمك في منتهى الجمال بجد. وما تنسوش تجربوا الوصفه دي وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم. بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه. وما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبي لي كومنتات حلوه كتير. يلا بينا بقى نسمي الله. واول حاجه معايا الوصفه بتاعتي. معايا حاجه كده بسيطه من البيت اكيد ان شاء الله. معايا قرنين فلفل كده عاديين. ومعايا 3 فصوص ثوم بس انا قسمهم بالطول كده. ومعايا شطه ومعايا كمون ومعايا ملح. طبعا ممكن تحط كزبره خضراء وكمان كزبره ناشفه زي ما انت تحبي. بس انا ما بحبش بصراحه الكزبره في السمك وكده، بس زي ما انت تحبي. هضربهم بقى في الكبة او في الهون، اي حاجة انت تحبيها. هفرمهم بقى بالشكل ده. بعد ما فرمتهم بالشكل ده طبعا هجيب السمك بتاعي، لازم يكون متنضف ومغسول ومحطوط نص ساعة كده في التلاجة. بعد ما انت غسلتيه لازم يرتاح كده شوية. هو ده نوع السمك معايا. نوع السمك معايا يا جماعة روسي. معرفش انتوا بقى عندكم اسمه ايه. اكتبوا لي في الكومنتات تحت هو عندكم اسمه ايه. انا طبعا منضفة كويس. اهم حاجه ان هو يبقى متنضف كويس. وبعد كده بقسمه بالطول، يعني انا شايف بقسمه كده بالشكل ده بقى، من النص كده، يعني نصين اهو بالشكل ده. علشان مش هينفع اتبل السمكية وهي كبيره كده. انا بحب اجيب النوع ده الوسط، مش بحب اجيب الكبير قوي ومش بحب اجيب الصغير خالص، علشان انا بحبه يعني خير الامور الوسط فعلا. فتحته اهو من النص التاني، فتحته بالطول كده شويه عشان تدخله التتبيله كلها. اهو زي ما انتوا شايفين بالسكينة كده. هحط بقى التتبيلة. وبعد هحط التتبيلة بقى بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده يا جماعة وصفة يعني فعلا للناس اللي بتشتكي من معدتها واي حاجة بتتعبها والكلام ده. هي دي الوصفة ليكم بجد. ما فيهاش دهون كتير وما فيهاش يعتبر دهون اصلا. لازم بقى بتبل السمكية من بره ومن جوه كده علشان تاخد التتبيلة كويس. اهو بكمل بقية السمك بالشكل ده. لازم تتبلوه كويس من بره ومن جوه علشان يبقى طعمه مظبوط. معايا اخر واحده اهي. بعد ما تبلته بقى كده بتحطيه بقى في التتبيله كده. انا حطيت عليه ليمونتين كده كبار. حطيه بقى في التتبيله. يعني اقل حاجه نص ساعه عشان التتبيله كده تبقى مظبوطه في السمك. وتحطها في التلاجة لمدة نص ساعة زي ما انت تحبي. طبعا لو عايزة اكتر ماشي، لو عايزة اقل برضو عادي. بس يعني اقل حاجة نص ساعة او ربع ساعة علشان تكون التتبيلة، يكون السمك اتبل يعني وكده. معايا 3 طماطمات اهو متوسطين. جايبهم من التلاجة. بس اهم حاجة حاولي تنقي الطري عشان انا مش عايزة الناشف في الوصفة دي. يعني الطرية كده شوية علشان نقطعوهم شرايح بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اهو انا بقطعها شرايح عشان هي دي الخضار اللي هتتحط في صينيه السمك. وبجد طعمها حلو ولا فيها زفاره ولا فيها اي حاجه. عشان الناس اللي هتقولي ازاي خضار في قلب السمك، اكيد طبعا ما ينفعش ان نحكم على الحاجه الا لما نجربه. قطعتهم اهو. سمك الطماطمايه متوسطه، لا كبيره قوي ولا رفيعه خالص، يعني متوسطه. خير الامور الوسط يا جماعه. معايا بقى بقيه التتبيله. طبعا لو ما بقاش تتبيله عادي، تتبيله السمك يعني وكده، حطيها من غير تتبيله. بس انا كانت بقى معايا شويه تتبيله فانا قلت اتبل بيها الخضار كده. الطماطم ده بالشكل ده تبلتها اهو. يعني احنا اتفقنا لو فيها تتبيله فيها، ما فيهاش تتبيله عادي. ومعايا بقى هجيب الصينيه بتاعتي واحط طماطم كده عشوائي، مش هرصص ولا اي حاجه، انا بحط عشوائي. انا مش عايزه ترصيص انا يعني. وكمان يا جماعه الطماطم لو كترت فيها قوي بتخلي السمكية مش ناشفة. هي بتبقى طيبة وكل حاجة بس برضو بتبقى طرية للناس يعني اللي بتحب السمكية ماسكة نفسها ناشفة. وبعد كده هحط السمك اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرصصه كويس
على الطماطم، او ممكن يعني حتة تيجي على الطماطم وحتة لأ، عادي خالص مفيش مشاكل. حطيت كمية السمك بقى بتاعي، ومعايا كمان بقية التتبيلة والليمون في الطبق مكان السمك، طبعا هحطه عليه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وبعد كده هحط بقية الطماطم بتاعتي عشوائي برضو كده على الوش، مش بترصيص ولا حاجة، عشوائي كله. طبعا انت كمان ممكن تحطي بصلاية لو تحبي، يعني ممكن تقطعيها شرايح شكل الطماطم كده وتحطيها، بس انا محبتش برضو البصل بصراحة عشان هيكون مقرمش شوية، مش هيبقى طري 100%، يعني مش هيبقى طري 100%، عشان احنا عارفين ان السمك ما بياخدش حاجة في النار. جبت بقى ليمونة متوسطة بالشكل ده وقطعتها شرايح برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هرصصها برضو على الوش علشان يعني ما يبقاش فيه اي زفارة ولا اي حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين حطيت اهو، شكلها كده بقى يفتح النفس بصراحة، يعني لسه نية وشكلها حلو قوي. حطيت بقى كمية الليمون، بصوا يا جماعة الصينية بجد تفتح النفس، وهي لسه ما طابتش كمان وتفتح النفس. طبعا حطيتها بقى في التلاجة بعد ما عملت الصينية كده، حطيتها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة عشان تاكل التتبيلة بتاعتها كده كويس. وبعد كده انا طبعا مشغلة الفرن، لازم يحمى كويس قبل ما احط الصينية في الفرن على درجة نار متوسطة. بس اهم حاجة تحط السمك وانتي مولعة الفرن من قبلها. حطيت طبعا قيمة معلقة زيت بس، مش بكتر عن كده، ممكن تقللي وممكن تشيلي الزيت خالص زي ما انتي تحبي. احنا بس عايزين نطيب السمك، يعني ممكن عادي خالص من غير زيت. كده بقى بعد ما طلع من الفرن، طبعا انا سيبته لمدة 10 دقايق او ربع ساعة حسب ما بيسرد المية بتاعته وبيشربها تاني بيطيب بيها يعني. كده تبقى الوصفة بتاعتي مظبوطة اهي. وطبعا حاجة في منتهى الجمال، والخضار ده كله بيتاكل مع الرز والسمك كده اهو. حطيت بقى، شوفوا السمكية يا جماعة طيبة جدا من جوه وما فيهاش غلطة بجد اهي. طبعا انت ممكن تحبي تنشفيها اكتر من كده ماشي، تحبي تقللي تنشفها برضو اقل من كده ماشي. احنا طبعا اهم حاجة ما بنحطلهاش مية وما بنحطلهاش اي حاجة. بصوا يا جماعة السمكة بتتكلم عن نفسها بجد، حاجة كده في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوة، وبجد طعمها خرافي. للناس بقى احنا هنأكد تاني، للناس اللي بتتعب معدتها من اي حاجة، معدتها بتوجعها من اي حاجة، يبقى ليكي السمك ده بجد حاجة كده في منتهى الجمال. وكده يكون الفيديو بتاعي خلص، ما تنسانيش في اللايك والاشتراك وتكتبي لي كومنتات.